السلام عليكم. في طرح قطع أراضي بأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانات للاستثمار في مدينة العبور، والإسكان طرح عدد أراضي بأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة للاستثمار بمدينة العبور. أعلن جهاز تنمية مدينة العبور عن طرح قطع الأراضي المقترحة للاستثمار بنظام التخصيص الفوري لشهر ديسمبر الجاري بالمدينة وفقا للاشتراطات، على أن يتم التقديم بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى يوم 15/12/2023. وأوضح المهندس آه وأوضح المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز المدينة أن قطع الأراضي المقترحة للاستثمار لشهر ديسمبر الجاري بمساحات مختلفة وبأنشطة طبية وتجارية وسكنية وحضانة. أوضح الجهاز في بيان له أنه تم إتاحة قطع الأراضي بمركز فرعي 4 بالحي السادس بمساحة 2787 متر بنشاط طبي بسعر تقديري 17,995 جنيه للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض وفقا للاشتراطات البنائية، حيث لا تزيد النسبة البنائية عن 40% من المساحة المخصصة، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني ووزارة الصحة وشؤون البيئة. ويسمح في الرخصة ببدروم وأرضي ودورين متكررين، والردود الأمامي 5 متر وجانبي وخلفي 4 متر. طيب، وأضاف أنه تم إتاحة قطعة أرض رقم 47 بلوك 1019 19,073 بالحي الرابع بنشاط تجاري سكني بمساحة 600 متر بسعر تقديري 16,465 جنيه للمتر المسطح، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد فيها النسبة البنائية عن 30% من مساحة الأرض، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني، ويسمح ببدروم وأرضي و3 أدوار متكررة، والردود الأمامي هيكون 5 أمتار والجانبي والخلفي 4 أمتار. نوه الجهاز عن أنه تم إتاحة قطعة الأرض رقم 9 بلوك 17,064 بالإسكان العائلي بالحي الثامن بنشاط حضانة بمساحة 967 متر بسعر تقديري 13,080 جنيه للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنين تبدأ من تاريخ استلام الأرض. اشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية فيها عن 30% من مساحة الأرض، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني وشؤون البيئة والشؤون الاجتماعية، ويسمح بأرضي وأول والدور الأول إداري خاص بالحضانة، والردود الأمامي 6 متر والجانبي والخلفي 6 متر. طيب، وأوضح أيضا الجهاز في بيانه أنه تم إتاحة قطعة الأرض رقم 14 و15 بلوك 17,109 بالإسكان العائلي بنشاط تجاري بمساحة 594 متر بسعر تقديري 24,350 جنيه للمتر، ومدة تنفيذ المشروع 3 سنوات هتبدأ من تاريخ استلام الأرض، والاشتراطات البنائية لا تزيد النسبة البنائية فيها عن 40% من مساحة الأرض، وطبقا للاشتراطات الخاصة بالدفاع المدني يسمح ببدروم وأرضي ودورين متكررين بأقصى ارتفاع 12 متر طبقا لقيود القوات المسلحة، والردود الأمامي 5 متر والجانبي والخلفي 4 متر. أكد المهندس أحمد رشاد أن المساحات المطروحة تحت العجز والزيادة طبقا لتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بجهاز المدينة، مع ضرورة الاطلاع على كتيب إجراءات التخصيص بنظام التخصيص الفوري على المواقع الإلكترونية لموقع الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.